قال وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي إن مشروع المرسوم لقانون تجريم الاعتصام والتظاهر والوقفات الاحتجاجية يقتصر على تعطيل العمل وإشاعة الفوضى وتعطيل المصالح العامة والخاصة وإلحاق الضرر بالآخرين. وأشار في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء إلى أن الحكومة لا تمانع في التظاهر والوقفات الاحتجاجية لأنها حق قانوني مشروع لكل مواطن بشرط أن تكون في غير أوقات العمل وأن تكون في أيام العطلات. وفيما يتعلق بالأموال المنهوبة أكد وزير العدل المصري أن هدف وزارته العمل مع الجهات المختصة من أجل سرعة إعادة تلك الأموال. على صعيد آخر قال عصام شرف رئيس حكومة تسيير الأعمال المصرية إن العلاقة بين بلده والسودان هي علاقة استراتيجية. وأضاف شرف خلال زيارته للسودان أن مصر تقف جنبا إلى جنب مع السودان لمواجهة تحديات الداخلية والخارجية. مراسلنا في الخرطوم الطاهر المرضي تابع زيارة الوفد المصري. الترحيب برئيس الوزراء المصري عصام شرف ووفده المكون من 8 وزراء علامة واضحة على مدى ارتياح الخرطوم لما تصفه بالصفحة الجديدة مع القاهرة لعلاقات لم يكتب لها التقدم كثيرا في عهد النظام السابق. صفحة عنوانها الأبرز بالنسبة للشعبين اللذين شاركا في استقبال الضيف الجديد ولو بشكل رمزي، الانتقال بالعلاقات من حيز الأمنيات والأشواق والمشروعات المجمدة إلى رحاب المشروعات الاستراتيجية. الحكومة السودانية بدت متفائلة بالزيارة التي تعد الأولى من نوعها لأرفع مسؤول مصري خارج مصر بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك. وأبدت الخرطوم حرصها الشديد على بناء شراكات استراتيجية بين البلدين في شتى المجالات. العلاقات السودانية المصرية هي أنها علاقات استراتيجية راسخة لا تقطعها ولا تؤثر فيها تقلبات الأحداث ولا تغير الأنظمة، وإنما علينا دوما نبني على تعزيز الثوابت والروابط التي تجمع بين الشعب في السودان ومصر. ولم تكن صدفة أن يقوم رئيس الوزراء المصري بأول زيارة له خارج البلاد إلى السودان، فالقضايا التي يتطلع إلى تحقيقها البلدان هي قضايا استراتيجية تبدأ بالأمن والاستقرار شمالا وجنوبا وتشمل الأزمة في دارفور إلى جانب التنسيق المشترك بشأن أزمة مياه النيل، ويضاف إلى ذلك المشروعات المشتركة. العلاقة هي علاقة استراتيجية، والإطار هو إطار التنمية والتكامل والمصالح المشتركة، أما الوسيلة فهي الصراحة في جميع الأمور، والآلية هي الإصرار على تخطي العقبات حتى نستطيع أن نصنع مستقبل أفضل يستحقه شعب الدولتين. وقد أعطت المباحثات الرسمية المشتركة الضوء الأخضر لطاقم وزراء الحكومة المصرية الذي رافق شرف للدخول في مباحثات ثنائية مع نظرائهم في السودان من أجل متابعة المشروعات القائمة وتدشين مشروعات جديدة من خلال توقيع اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية. صفحة جديدة للعلاقات السودانية المصرية هكذا يراد لها، لكن ما يكتب على هذه الصفحة هو ما يشكل تحدي للحكومتين بعد أن سئم الشعبان المصري والسوداني من عبارات المجاملة وبيانات رسمية لا طعم لها في الوقت السابق. فالشعب يريد قطف ثمار علاقات وصفت بالأزلية. الطاهر المرضي، الجزيرة.